جوج ديال العائلات اللي عاودت لك البارح القصه ديالهم في الفيديو. العائله الاولى اللي رفضوا يعطيوهم الجثه ديال باهم بحجه انه خصو يخلص عاد تاخذ الجثه ولا غنديو ندفنوه في واحد البلاصه نتوما ما كتعرفوهاش، هذه في بلادنا. ثانيا السيده اللي عندها الامو ومشات مسكينه تولد في المستشفى ديال الدوله، بقات المؤشر طلع عليها في الوقيته اللي كتولد وقالوا لها غتخلصي 5000 درهم عاد نعطيوك الولد. اللي خرجت الولد بحسب اخر المعلومات توصلت بها قالوا لها الله خديتي الورقه باش تحطيه في الحاله المدنيه تخلصي 5000 درهم. اليوم موضوع اخر جديد، هاك الراديو السيده غدوزو في مدينه تازه حتى 2027، بغات دوزي سكانير على راسها مسكينه مريضه، قالوا لها الرونديفو 2027 وزادوا قتلوني ملي داروا لها التوقيت زعما ما عايش تجي. غتكون السيده العمر بيد الله فين. عيب قسما بالله العيب في الوقت اللي المؤسسات ديال الدوله كامله مجنده لكاس افريقيا 2025 وما عندوش مشكل في الفلوس، وكاملين مجندين لكاس العالم 2030 والدوله ما عندهاش الفلوس، ما عندهاش مشكل في الفلوس كتصرف. الا ان في هذا الموضوع بالضبط ديال السكانيرات وديال الراديوات كاينه كارثه. ونبغي نوصل لبعض المؤسسات ونبينهم السيد وزير الداخليه الله يرضي عليك، لان السيد وزير الصحه المكلف بالمكياج راه قال المجموعه ديال البرلمانيين اللي كيمشيو للاحرار انهم يديروا شركات ديال الامن الخاص. البرلماني ديال مدينه فاس اللي طلع في الانتخابات الجزئيه اش كيدير؟ شوفوا رئيس المقاطعه ديال السويسي في مدينه الرباط اللي كينتمي للاحرار، شوفوا مجموعه ديال البرلمانيين نعطيهم لك بالاسماء يديروا شركات. هذا ماشي جالنا. المشكل هو ان الديوان ديال السي التهراوي اللي ما مساليش للصحه كيتصلوا بالمدراء الجهويين ديال الندوبيات كيقولوا لهم يا غادي دوزوا المارشي ديال الامن الخاص لهاد الناس هادو، شوفوا معنا للاخر يا اما غيتم اعفائكم يا اما غادي تمشيو تنتقلوا بلاصه اخرى. وهاد المارشيات راه تنشروا دابا ديال الجهويين ديال الامن الخاص ديال الصحه وردوا منهم البال.